النهاردة فيديو مهم جدا 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 لميزانية شهر واحد السنة الجديدة، ميزانية شهر يناير. بس قبل اي حاجة تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صلي وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. لو معاكي 2500 جنيه عامله لك ميزانية خطيرة جدا، شاملة فطار وكمان خزين ولحوم وخضار ومنظفات وسمنة وزيت وسكر. قبل اي حاجة عايزين نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. دي قناتي، قناة ام يوسف، بقدم فيها ميزانيات حلوة جدا وازاي تحوشي وازاي يبقى معاكي فلوس. وكمان احنا خلاص داخلين على شهر جديد، فكل الفيديوهات اللي هتنزل ان شاء الله الفترة اللي جاية ميزانيات لكل فئة. بقى 2000 ونص، واللي بياخد 3 واللي بياخد 4. كنت منزلة ميزانية ال4000 جنيه، النهاردة هنزل ميزانية ال2500 جنيه. يلا نبدأ ونقول بسم الله. عايزة لايك واشتراك، ولو عجبتك قناتي ما تبخليش عليا باللايك وكومنت حلو زي كده. يلا نبدأ ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رب؟ كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفة بقالي يومين ما نزلتش فيديوهات، بس كان غصب عني، كانت والدتي عندي وكده، وكان عندنا شوية ظروف كده. فالحمد لله الحمد لله رب العالمين. قلت انزل لكم فيديو قوي جدا النهاردة. بس قبل اي حاجة زي ما احنا متعودين عايزين نصلي على الرسول. اللهم صلي وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. دخلنا على شهر رجب، والأيام الجميلة بدأت عندنا. رجب وشعبان، واللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة فيديو خفيف كده وحلو قوي. لو معاكي ميزانية 2500 جنيه تعالى أقولك في الفيديو ده هتعملي بيهم ايه، وهتظبطي ميزانيتك ازاي. ان انت تجيبي فطار وتجيبي خضار وتجيبي منظفات وتجيبي خزين وتجيبي لحوم. كل ده في الفيديو بتاع النهاردة. لايك حلو زي كده، وتعالوا نبدأ ونقول بسم الله. بصوا بقى يا بنات، قبل ما تمسكي فلوسك كده، اول ما تاخدي فلوسك كده وهتنزلي تجيبي اكلك وشربك بتاع الشهر، طلعي صدقة. وقلت لكم في فيديوهاتي كلها، لو 10 جنيه، لو سندوتش فول، لو حبة مكرونة وبيضتين، اي حاجة، لو بونبوني، لو علبتين بسكوت، اي حاجة، بس طلعي صدقة، طلعي صدقة. طيب انا بقى هقسم ال 2500 جنيه دول ازاي. تعالوا بصوا يا بنات. اول حاجة كده هاخد 800 جنيه اهو، 3 4 5 6 7 8. هاخد ال 800 جنيه الاولانيين دول كده، هحطهم على جنب. هنزل اجيب بيهم الخزين، اللي هو ايه يا ام يوسف؟ هنزل اجيب علبة سمنة. انت بتستعملي كريستال، بتستعملي روابط، حسب اللي انت بتجيبيه. الكيلو عامله 110، الكيلو عامل 110. هتجيبي كيلو للشهر كله. وهتجيبي انت كده كده بتاخدي التومين سكر وزيت، بس مش بيكفي، هتجيبي ازازتين زيت زياده، هتجيبي ازازتين زيت زياده. فهاخد ال 800 جنيه، هجيب علبه سمنه وهجيب ازازتين زيت اول حاجه، واجيب 2 كيلو سكر واشيلهم على جنب. الميزانيه دي بتلعب في حدود 250 جنيه مثلا، 250 جنيه. الباقي بقى هتجيبي بيهم ايه؟ ركزي معايا. لازم اهم حاجه ما يتخليش بيتك فاضي. بيتك ما ينفعش يبقى فاضي بكل المقاييس. انا قلت لكم 100 مره، تخبطيش على جاره، تخبطيش على مامتك، ما تديش ايدك لحد. مشي باقل الامكانيات، مشي بيتك باقل الامكانيات. طيب انا دلوقتي جبت بال 250 السمنه والزيت والسكر، تمام تمام. هيبقى فاضل ايه؟ عايزه اجيب رز، عايزه اجيب مكرونه، عايزه اجيب شعريه، عايزه اجيب فاصوليا، عايزه اجيب عدس، عايزه اجيب بهارات، ملح فلفل كمون كزبره شطه، الكلام ده كله. باقي ال 800 جنيه هقف عند العلاف اقول له 5 رز او 3 رز، 3 مكرونه بنصاص والرز يبقى نصاص، كيلو شعريه ارباع مثلا، فاصوليا ربع فاصوليا، ربع عدس، ب20 فلفل، ب20 كمون، نص كيلو دقيق، واحدة بيكنج باودر او 2 بيكنج باودر، 4 فانيليا. المهم همشي ميزانية بيتي خزيني 800 جنيه. ب 800 جنيه مليت بيتي. ومرق الدجاج ب 10 جنيه مرق الدجاج. مليت بيتي وما خليتش بيتي محتاج حاجه. انا معايا 2500 جنيه همشي عليهم. ما تقوليش ده قليلين، ما تقوليش ده ما مش عارفه امشي بيهم ازاي. استهدي بالله وظبطي ميزانيتك، واكتبي اللي انت عايزاه، واكتبي الحاجه اللي انت عايزاها، وواحده واحده وواحده واحده. طيب عندك تاني بند، بند الخضار.
بند الخضار. هعمل ايه؟ طب قبل بند الخضار انا هعمل الخضار 300 جنيه. 300 جنيه الخضار، كل 10 ايام اجيب خضار ب 100 جنيه. كل 10 ايام اجيب خضار ب 100 جنيه. يعني ايه يا ام يوسف؟ يعني انا دلوقتي عايزه بصل، توم، قوطه، بطاطس، فلفل، خيار، دول الاساسيين عندي اللي اجيبهم. هعمل ال10 ايام الاولانيين محشي بتنجان، هجيب كيلو ونص محشي هجيب كرنبه، اجيب كرنبايه. فاعمل كل 10 ايام 100 جنيه خضار على قدي. كل اسبوع 100 جنيه خضار، وربك يفرجها بالاسبوع الاخير. انا بتكلم يا جماعه على الميزانيات ام 2500 جنيه بس. ما تعمليش مشاكل مع جوزك، تمشي دنيتك بال100 جنيه دي كل 10 ايام. تمام. والله بقى ربنا كرم، جوزك اداكي حاجه في وسط الاسبوع، بعدها ب10 ايام ربنا كرم واداكي حاجه، نكمل باقي الخضار بتاعنا. بس الاساسيات بتاعه الخضار اللي هو البصل، الثوم، البطاطس، 3 حاجات، القوطه. ال4 حاجات دول لازم الاساسيين عندك بتوع بتوع الخضار. البصل انت هتجيبيه مره اول الشهر، هتجيبي لك 4 كيلو بصل. البطاطس هاتيلك 4 كيلو بطاطس. البطاطس في البيت خير في البيت. احنا كده كده جايبين الزيت عشان حمرنا بطاطس يوم ما عندناش اكل الكلام ده يبقى عندنا. ما هعمل لكم منيو اكلات ان شاء الله باذن الله بتاعت شهر واحد، كل اسبوع منيو اكلات تعمليه ايه وتمشي بيتك ازاي الفتره اللي جايه. طيب يبقى ب 300 جنيه خضار همشي بيتي في ال100 جنيه الاساسيه. طب يا ستي ال100 جنيه الاولانيه هاتي بيها بصل وبطاطس وثوم اللي هم الاساسيين. ال100 جنيه التانية هاتي الطماطم والخيار والفلفل وحطيهم الاساسيين، وخلي ال100 جنيه دي معاكي احتياطي. البصل مش هتخلصيه اول اسبوع ولا هتخلصيه بعد اسبوعين، البصل هيقعد معاكي باقي الشهر. البطاطس هجيب كميه واشيلها للشهر كله. الثوم نفس الكلام. يبقى انا هلعب طول الشهر على ايه؟ على القوطه والخيار والفلفل. والفلفل ممكن تجيبي نص كيلو ويكفيكي كمان 15 يوم، يعني كل 15 يوم هاتي نص كيلو فلفل. تمام. كده كده احنا جايبين في البقوليات بتاعتنا فاصوليا ولوبيا. هتعملي يوم فاصوليا، يوم لوبيا، يوم صينيه بطاطس، يوم بطاطس مكعبات، يوم حبه ملوخيه ناشفين، يوم حبه ملوخيه خضراء، والدنيا بتمشي. تمام. يبقى ال 300 جنيه خضار. طب تعالوا بقى نركز في اللحوم بقى. اللحوم هعملها ب 1200 جنيه لحوم. يعني ايه يا ام يوسف؟ هما ال 1200 جنيه هيكفوا؟ خدوا بالكم ان هنا 800 جنيه و200 جنيه خضار، ادي كده كام؟ 1100 جنيه. وهنجيب لحوم ب 1200 جنيه، ادي كده 2300 جنيه. هتجيبي ايه باللحوم بتاعتك يا ام يوسف؟ هتجيبي 3 فراخ. اكتبي 3 فراخ، كيلو لحمه مفرومه، كيلو اجنحه، نص كيلو كبده، نص كيلو سجق، سمك. طيب ال3 فراخ، الفرخه دلوقتي بتعمل 150 جنيه، ال3 فراخ هيعملوا لك 450 جنيه. كيلو اللحمه المفرومه اللي احنا قلناه دوت المنقذ في البيت. انا والله العظيم ماما جت عندي يوم الخميس كان عندي كيس لحمه مفرومه بس في الفريزر. تخيلوا عملت ايه؟ طلعته حطيته في الكبه على بصلتين، بضايه، حبه فيجيتار، البهارات، واضرب في الكبه وصبعت وعملته كفته. عملوا 8 صوابع. احنا كنا اتغدينا، كنا عاملين في اليوم ده عدس. طبعا هو كان اخر كيس لحمه مفرومه عشان اقول لكم ان اللحمه المفرومه دي بتنجز. ورحت محمره مكرونه وعامله لهم كفته. كانت جايه هي واخويا ومرات اخويا، عملوا 8 صوابع. حطيت لهم وكلوا وشبعوا، والحمد لله ما اتكسفتش قدام اهلي. وكان اخر لحمه مفرومه، كيس لحمه مفرومه عندي. فاللحمه المفرومه منجزه جدا 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 في البيت فوق ما انتوا تتخيلوا. الكيلو دوت هتعملي منه اكلات كتير. طيب كيلو الاجنحه، في يوم كده اعمل شويه اجنحه ومحمر حبه بطاطس وحبه مكرونه ويتغدوا. نص كيلو كبده تجيبيها شرايح، تجيبيها عصافيري واعملها. يوم تاني اعمل السجق البلدي ده ب90 جنيه. السمك بعددنا، احنا 5 سمكات، احنا 4 سمكات، احنا 3 سمكات. وهاتي السمكيه وسط، مش لازم تجيبيها كبيره قوي. ال200 جنيه الاخاره بقى هنعمل بيهم ايه؟ هنجيب بيهم منظفات. اللي انا هعمل ايه بالمنظفات؟ هتجيبي اريال اوتوماتيك. لو انت عندك غساله اوتوماتيك هتجيبي اريال اوتوماتيك اللي هو 2 كيلو. واعملي حسابك كل 10 ايام اغسلي 3 مرات بس، او كل اسبوع اعمليها غسلتين. كل اسبوع اعملي غسلتين عشان ال2 كيلو يكفوك الشهر، دوره فواتح ودوره غوامق. طيب هتجيبي 2 كيلو اريال اوتوماتيك ب100 جنيه، وال100 جنيه التانيه هجيب صابون وسلك وسبونشه، وهجيب مسحه ارضيات
وهجيب صابون سايل لغسيل المواعين. يبقى انا مشيت ميزانيه بيتي بال2500 جنيه. ولا تحتاجي لحد، ولا تمدي ايدك لحد، ولا تقولي لجوزك انت ايه اللي انت جبته ده، ولا ايه اللي انت عملته ده، ولا ما ينفعش. وفرتي من الخزين، اتبقى معاكي 100 جنيه 200 جنيه، هتشيلك نص طبق بيض وعلبة جبنة للفطار الصبح. عرفتي توفري وانتي بتشتري الحاجة فرق اسعار، تجيبي نص طبق بيض وعلبة جبنة، هاتي. ميزانية حلوة قوي. ما تعمليش نكد في بيتك. 2500 مش وحشين، مشي بيهم حياتك. الرضا يا جماعة، الرضا والقناعة في البيت، الرضا والقناعة في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو استفدتي منه ولو بحاجة بسيطة قوي قوي قوي، حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش. واسيبكم في رعاية الله، واكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين ميزانية كل واحدة بتاخد كام، وانا هظبط لكم الميزانيات قبل ما ندخل على الشهر الجديد. يلا سيبكم في رعاية الله، مع ألف سلامة، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير قوي. باي باي.